السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم أولى صور مروحيات الأباتشي المغربية من مصنعها في مدينة ميسا بولاية أريزونا الأمريكية. هاد الصورة اللي تم نشرها على أحد الحسابات الخاصة الأمريكية بالإنستغرام كتظهر مروحيات الأباتشي بالتمويه الصحراوي المغربي المعروف على طائرات القوات الملكية الجوية، ومن المنتظر أن يتم تسليم أولى الأعداد ديال الأباتشي الشهر القادم أي يناير 2025. وتعد هذه الصورة أول صورة للمروحية المغربية على الإنترنت، وكيظهر بالقرب منها مجموعة من الأشخاص الأمريكيين يأخذون صورة جماعية. وتعد النسخة المغربية أحدث طراز والأكثر تطورا، بحيث كتمتاز بتقنيات عالية. وأدعوكم للدخول للروابط في صندوق الوصف للتعرف عليها عن قرب من خلال فيديوهات سابقة نظرت فيهم عليها. ومن المنتظر أن تستقبل قاعدة خريبكا الجوية أولى مروحيات الأباتشي المغربية، وخضعت هذه القاعدة على مدار الأشهر المنصرمة لعمليات تجديد للبنية التحتية وتجهيزها بتجهيز شامل يهم اللوجستيك ومراكز الصيانة والتخزين وهناجر لاستقبال هذه المروحيات التي هي بدون مبالغة أقوى مروحية هجومية على الصعيد العالمي، وتضيف قوة نارية كبيرة للقوات البرية في إطار مفهوم متكامل لمعركة الأسلحة المشتركة. الأباتشي تستطيع تقديم دعم ناري مهم للقوات البرية وفتح ثغرات في دفاعات العدو المتقدمة، وأيضا نفس الشيء بالنسبة لسلاح الجو. وعلى ذكر هذا الأمر، في حرب الخليج الثانية فقد قامت النسخ الأولى من مروحيات الأباتشي المعروفة بالأباتشي بفتح ثغرات للقوات الجوية أيضا عبر استهداف رادارات الإنذار المبكر العراقية، وبالتالي دخلت المقاتلات الأمريكية من دون كشفها. بالمختصر المفيد، المغرب حصل على أيقونة قاتلة واللي هي الأباتشي غارديان 6.5 في، أي آخر طراز من هذه المروحية القاتلة. وغتدخل لسرب العقرب التابع للقوات الملكية الجوية. هذا السرب العقرب اللي كان عنده صولات وجولات في حرب الصحراء المغربية عبر طائرات الغزالة، وقام بتنفيذ مهام قتل للدبابات ومدرعات العدو، بل حتى لأنظمة دفاعهم الجوية. وللإشارة، أول عملية هجوم على مدرعات البي ام بي التابعة لجنرال بوليساريو كانت سنة 1982 بمنطقة المسيد، بحيث تم مهاجمة المدرعتين أثناء تزودهما بالوقود من خلال طائرات الغزالة بصواريخ الهوت، وتم تدميرهم تدميرا كامل. وكانت هذه أول عملية اشتباك لمروحيات الغزالة في تاريخها بالكامل. وكانت هذه المروحيات كتبع السرب العقرب، هذا السرب اللي كيمتلك واحد الخبرة قتالية كبيرة، وغادي توج هذه الخبرة ديالو بحصوله على مروحيات الأباتشي غارديان. شكرا لكم على المشاهدة، دمتم في رعاية الله.